موضوع الواضح من منسقين الحملات أو حتى من مستشاري الحملات أن الأمور تسير الآن، والكل الآن يلعب على لهجة أو على لغة الصمت الموجودة داخل الشعب المصري، أو على بعض القوى التي لا تتحرك إلا عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولكن إذا كان الكل يلعب عليها، كيف يمكن أنا أن أعول عليها في نتائجي؟ يعني هو السيد منسق حملة الفريق أحمد شفيق يرى أن أحمد شفيق هو البديل لحالة الفوضى، وهذا بالتأكيد أمر يعني غير محمود أن نقول ذلك. معنى هذا أنه إذا جاء مرشح آخر سيكون البديل هو الفوضى؟ بالتأكيد لا. يعني أحمد شفيق ليس عنوانا للاستقرار، وشهد عصره عندما كان رئيس الوزراء يعني نقطة أكثر النقاط سوادا في تاريخ حكم حسني مبارك، وأكثر النقاط سوادا في تاريخ الثورة المصرية، وهي موقعة الجمل التي يعني كانت فضيحة عالمية كبرى. وكان حينها رئيسا للوزراء ولم يفعل شيئا، سقط العشرات وربما المئات قتلى وجرحى، ويعني ضحك علينا العالم كله بسبب هذه الفوضى التي عادت بنا إلى العصور الوسطى، التي تستخدم الجمال والخيول لفض مظاهرة لم يعني يحدث في تاريخ أي دولة محترمة هذا الأمر. فمسألة وجوده يعني الاستقرار من عدمه، بالعكس يعني أنا أتصور أن فوز السيد أحمد شفيق سوف يثير الكثير من المشاكل وعدم الاستقرار الأمني بسبب وجود قوى رافضة له، وهي قوى كما وجهت سؤالي إلى مسؤول حملتي، هي قوى ليست بسيطة، بل بالعكس قوى يعمل لها 1000 حساب عندما تهدد وتتوعد، وإن كنا نختلف معهم في هذا النهج باعتبار أن مجيئه سوف يكون عبر صناديق الاقتراع وليس شيئا آخر. كما رأيت من حوارات السادة المنسقين الحملات، الكل يرى أن مرشحه هو الذي يتصدر السباق الرئاسي، اعتمادا على ما جرى تسميته إعلاميا بحزب الكنبة، وهم الناس الذين لم يكونوا رأيا نهائيا في الموضوع. بقي فقط أن نقول أن إذا اعتبرنا وجود حساب حزب الكنبة، هذه المجموعات التصويتية المشتتة ربما تمثل أيضا إضافة إلى التيار الإسلامي الذي أصلا لديه القواعد الثابتة، وما يأتي سوف يكون إضافة لها. نعم. أما من يعتمد على هذه الأصوات بمفردها فبالتأكيد يعني ربما تخونه كثيرا. نعم، يعني أؤكد من باب التوضيح مرة ثانية أن المقصود بحزب الكنبة هي الأغلبية الصامتة التي لا تشارك لا في مظاهرات ولا في أحزاب. أعود أيضا سيد محمود إلى مقولة يعني توقفت عندها قليلا، هي ذكرت على لسان المرشح الرئاسي سيد حمدين صباحي الذي نحترمه ونجله حقيقة، يعني أنه يؤيد النزول للتظاهر لو فاز أحد المحسوبين على النظام. نعم. كيف يخرج هذا التصريح إن خرج؟ يعني أنا دائما أحب أن أقول إن خرج إلى أن يؤكد هو بنفسه. كيف يخرج هذا التصريح من السيد حمدين صباحي؟ يعني أنا لي وجهة نظر في هذا الأمر وقلتها كثيرا. إذا ارتضينا الاحتكام لصناديق الاقتراع فليكن هذا الاحتكام هو دستورنا. أما مسألة التشكيك المبدئي في نتائج الانتخابات، وأن المرشح إذا جاء سوف يكون قد جاء بالتزوير، هذا أمر بالتأكيد لا يقبله أحد. نعم. بالتأكيد السيد أحمد شفيق محسوب على النظام السابق، وهناك الكثير من الاتهامات التي توجه له والمخاوف المتصاعدة من أن وجود أحمد شفيق على كرسي الرئاسة المصرية هو بمثابة إعادة إنتاج لنظام حسني مبارك، وأنه هو البداية الحقيقية لنهاية الثورة المصرية التي قامت للإطاحة بنظام حسني مبارك. نعم. ولكن نعم. في النهاية مجرد الارتضاء إلى صناديق الاقتراع يجب أن يكون هذا هو الدستور الحاكم لنا جميعا، ولا يجب أبدا أن نقول إما فلان أو فلان. ومثل هذا الأمر بالتأكيد وإن كان حمدين صباحي لم يذكره بالاسم ينطبق على عمرو موسى باعتباره أحد الوجوه التي ظهرت في عصر نظام حسني مبارك أيضا. نعم.
أذهب الآن إلى سيادة